فطارنا يا جماعة لليوم العاشر كان فطار سهل وبسيط خالص، وفي نفس الوقت كمان مش مكلف، وهيتعمل في حوالي نص ساعة تقريبا. يعني ينزل سخن كده. هنسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف النهاردة عملنا ايه في الفطار بتاعنا. النهاردة معايا يا جماعة ده صدرين فراخ، انا قطعتهم كده شرايح او قطعتهم بانيه. هنعمل النهاردة بانيه، انا اللي مقطعاهم. يعني كده عايزة تقطعي بقى البانيه معاكي، قطعيه وتكون لسه الفراخ بتاعتك متلجة. يعني الفراخ تكون في الفريزر وقبل ما تفك منك بحاجة عشان تعرفي تتحكمي في التقطيعة بتاعتك. طبعا غسلتهم كويس بالملح وبالليمون علشان ريحة الزفارة. وهنا معايا هعمل خلطة بتاعة التتبيلة بتاعة البانيه، عبارة عن واحدة طماطم كبيرة، وواحدة بصلة كده صغيرة، واتنين فلفل او واحد بس حامي كبير، طبعا وعودين شبت، ومعايا 4 فصوص توم. هنا برضو البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وشوية بابريكا وشوية يعني البهارات بتاعت الكمون وفلفل اسود وكزبرة. وهنفرمهم في الخلاط او في الكب، اللي ما عندوش كب يا جماعة يفرمهم في الخلاط مفيش مشاكل. خلاص. وهنحط عليهم كمان علبة زبادي. خلاص، اهم حاجة علبة الزبادي علشان البتاع البانيه هيبقى طري من جوه، وطبعا احنا هنعمله الخلطة هيبقى مقرمش من بره. فرمتهم ونعمتهم جدا معايا، وهنزل بصدور الفراخ بتاعتي. هتبلهم فيها حوالي من ساعة لساعتين يا جماعة، يعني ده بيبقى قبل الفطار بشوية كده. بعد ما هتبلهم وهسيبهم يتنقعوا يعني على بقى ما تصلي بقى والعصر يأذن وكده هنبقى نشتغل فيهم. انا ركنتهم طبعا، حطيت يعني بطين صغيرين، حطيتهم كده كسرتهم وحطيتهم في قلب الخلطة بتاعتي. انا ما بعملش بقى، يعني دي خلطتي بتاعت البانيه، ما بطلعش البانيه في دقيق وفي بيض وكده، لا انا بحط البيض على الخلطة مرة واحدة يا جماعة. جربوا الطريقة ديت ان شاء الله هتعجبكم، وامشوا على الخطوات اللي انا بقولها دي بالظبط. طبعا قلبت معايا كده البانيه وهركنه في جنب، وهرجع له تاني بعد ساعتين. هجهز بقى معايا، طبعا انت ممكن تعملي جنبه بقى شوية مكرونة، شوية رز بالخلطة، شوية رز بالبسلة والجزر. ممكن تعملي عيش وطحينة وكده وبطاطس، يعني أكل. المهم أنا هعمل النهاردة مكرونة، بس مش هعملها مكرونة بالصلصة. أنا هعمل مكرونة معايا بالوايت صوص أو بالصوص الأبيض. لو انت حابة تعمليها مكرونة حمراء اعملي، مش حابة ممكن تتاكل بعيش كده، زي ما انت تحبي. انا هعمل زي ما قلت مكرونة بالوايت صوص. وهعمل ايه بقى، سلقت المكرونة كده يا جماعة، ما عادش الا نص ساعة، يعني تقريبا على الاذان، قبل الاذان بنص ساعة، لان المكرونة دي بالذات بتتاكل وهي سخنة، وكمان البانيه بيبقى حلو جدا هو سخن. فانا طبعا حطيت البطاطس تتحمر، وبعد البطاطس وهي بتتحمر هحمر وراها البانيه. فقلت كده هعمل الوايت صوص. الخلطة بتاعتي عبارة عن معلقة سمنة كبيرة ومعلقتين دقيق، هي نفس يا جماعة صوص البشاميل، لكن الصوص ده هيبقى خفيف شوية عن صوص البشاميل. خلاص. طبعا هحمصهم تحميصة كده، مش هحمرهم، يعني هديلهم تشويحة كده في السمنة، وهنزل عليهم بالحليب بتاعي. لو انت عايزه تحطي يعني حليب وميه حطي حليب وميه. انا هنا طبعا بقلبهم علشان ما يحصلش فيه اي تكتلات، هي نفس فكره البشاميل، لكن الصوص ده هيبقى خفيف شويه عن صوص البشاميل. التوابل بتاعتي اللي هحط زعتر يا جماعه، لو مش عندك زعتر ما تحطيش، لكن انا هحط زعتر. وهحط كمان يعني توابل، نفس التوابل اللي انا استعملتها تقريبا هي نفس التوابل. انا يعني ايه ما ب... الزعتر اهو، احط معلقه كده من الزعتر، هحطها على صوص، على الوايت صوص، علشان لما اجي اقلبها على المكرونه يبقى المكرونه كلها اندمجت وخدت من نفس الطعم. خلاص. هنزل بقى كمان كوبايه كبيره من ميكس جبن، ده جبنه شيدر على جبنه موتزاريلا، هقلبهم فيها كمان، بتدي لها مطه وطعم جميل جدا يا جماعه. لو اللي انت عايزه تحطيه حطيه، اللي انت عايزه تستثنيه استثنيه، بس انا بديك الطريقه الصحيحه بتاعته. طبعا هظبط الملح بتاعي، واحط شويه برضو بقيه التوابل اللي هي معلقه فلفل على كمون على كزبره. دي التوابل الاساسيه بتاعتي يا جماعه. وهديهم كده تقليبه على النار، وهطفي عليهم، هو بيبقى خفيف ما بيبقاش صوص تقيل يا جماعه. طبعا انا كده سلقت المكرونه وجهزت الصوص بتاعي. هحمر البطاطس زي ما انا قلت، وهحطها على العين. هي ما بتاخدش بقى سوا خالص، هي مجرد 5 دقايق على النار، هقلب الخلطة عليها
او هقلب الصوص عليها انزلها في الصوص وخلاص. على كده المكرونه بتاعتي بعد ما اتسلقت وحطيت لها يعني المكرونه ما شاء الله مفلفله. هنا طبعا انا بوريكم المكرونه ان هي مفلفله ازاي. انا عاملاها يعني ما كسرتهاش علشان يعني ايه بتدي طعم. الخطوه دي بقى اختياري. انا هنا بشرت جزرايه وقطعت قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد، هنزل بهم كده على المكرونه وهقلب عليهم او هنزل عليهم، هنزل بالوايت صوص. لو انت بقى مش حابه تحط الفلفل الالوان وتحط الجزر خلاص مش مهم، يعني زي ما أنا قلت الخطوه دي اختيار يا جماعه. نزلت كده بالخلطه بتاعتي او بالصوص بتاعي على المكرونه وهديلهم تقليب. هسيبهم على النار حوالي 5 دقايق مش اكتر. يعني زي ما انا قلت الاكله ديت ما بتتعملش غير ساعه الفطار، قبل الفطار بنص ساعه، علشان بتبقى سخنه وتبقى الجبنه الموتزاريلا سايحه معايا وتحس بطعم الجبنه الموتزاريلا معايا. هي ما بتاخدش اي وقت خالص ولا بتاخد مجهود يا جماعه. طبعا تشكيله الخضار بقى اللي هو الجزر والفلفل عامله فيها الوان وشكلها رهيبه، حتى طعمها جميل جدا. هنا بقى هجهز البتاع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجهز معاه يعني هسيبها على النار 5 دقايق على ما اعمل البانيه. هنا طبعا معايا يعني كوبايه بقسماط او شويه بقسماط معايا اللي هو البقسماط الناعم. هتبلهم بقى، حطيت معلقه صغيره كمون على كزبره ناشفه، وهحط عليهم كمان معلقه من النشا. ليه بقى النشا؟ النشا بتخلي البانيه ما يشربش زيت كتير، وفي نفس الوقت تبقى الطبقه مقرمشه وجميله من بره. طبعا احنا حاطين زبادي من جوه، هتبقى ان شاء الله طريه يعني من جوه. هقلب الخلطه بتاعتي. لو انت بقى عايزه تقلبي فيجيتار قلبي، عايزه يعني تستثني البقسماط وتحطي يعني تعملي الخلطه في فيجيتار مفيش مشاكل. انا هنا هعمل في بقسماط يا جماعه. يعني المتاح عندك اعملي، ما توقفيش على حاجه. هنا هقلب بقى، يعني هجيب من الخلطه وهحط معايا الشرايح البانيه وهكبس كده، يعني هضغط بالبقسماط بتاعي من الناحيتين، يعني هحطه من الناحيتين. وطبعا معايا الطاسه على النار فيها الزيت سخن وهنزل بالبانيه. تمام. الاكله بتاعتنا سهله وبسيطه خالص يا جماعه، برضو ما بتاخدش اي وقت. انا بحاول يعني بقدر الامكان ان انا انقلكم اكلات سهله وبسيطه وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت ولا مكلفه، لان احنا طبعا عارفين الغلا وكده. ف خلاص انا كده هحط كميه البانيه بتاعتي يعني ايه هحط الطاسه ومش هكتر في الطاسه برضو علشان يعني يتحمر كويس معايا. هنا خلاص كان الاذان قرب يأذن، فانا طبعا عملت العصير ما جبتوش معاكم. عملت بقى عصير مانجا وعملت سلطه وحمرنا طبق بطاطس كده. وكان يوم مختلف يا جماعه، يعني ايه مش تقليدي، يعني مش بقى رز وخضار والاكل اللي بناكله كل يوم. يوم خفيف كده. وعلى فكره الاطفال هتحب الوصفه دي جدا، يعني انت لو عملتيها لاولادك هيحبوا الوصفه دي جدا. واحب يعني عموما يعني الاولاد بيحبوا المكرونه، يعني بيحبوا المكرونات. هنا طبعا بعد ما حطيت في الطاسة هكمل بقية الكمية بتاعتي وهحطها في طبق كده، هغلفهم بالبقسماط وهطلع بقى اللي يحمر معايا. طبعا فرشت في الطبق، حطيت فيه يعني قطعت كده عودين خضرة وهحطهم. طلعي عليه بقى. وبعدين يا جماعة هغرف الأكل. زي ما أنا قلت أي حاجة بتمشي يا جماعة، وما تجددي كده وتنوعي وتغيري في شكل الأكل. يعني إيه الأولاد بتحب الأكل المتجدد أو الأكل المتغير، وفي نفس الوقت الأطفال كلها بتعشق المكرونة. فأنا عملت طريقة جديدة للمكرونة، أنا كنت عملتها معاكم كده قبل كده على القناة، بس حبيت أعملها النهاردة في رمضان، وهتنفع برضو في يوم يعني في يوم فطار في رمضان. هنا طبعا معايا المكرونة اهي، الفلفل اللي انا حطاه والجزر والوايت صوص زي ما بوريلكم. المكرونه كانت جميله يا جماعه، جربوها ان شاء الله بالطريقه دي وهتعجبكم، وقولوا لي رايكم. ده كده الطبق ساعه الغرف. طبعا زي ما قلت لكم عملت عصير مانجا وسلطه وبطاطس، والاكل بتاعنا كان بسيط خالص وسهل وما خدش معانا اي وقت ولا اي مجهود وبس. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، وادعمونا يا جماعه بلايك واشتراك. واتمنى اللي ما اشتركش معايا يشترك ويفعل الجرس ويكتب تعليق حلو كده علشان الفيديو
يعني يتنقل. وأتمنى إن أنا نول يعني القناة بتاعتي تنول إعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.